The Five Language of the Love أو لغات الحب الخمسة، وهي الطريقه اللي كيبغي يعبر بها كل واحد في الشريكين على الحب ديالو للطرف الاخر. اون جينيرال كاين اختلاف ما بين المراه والراجل، يعني كل واحد فيهم وشنو الطريقه اللي كيفضل باللي الشريك ديالو يعبر ليه بها. اول حاجه لغه الكلمات التوكيديه، وهي التعبير بالكلام الحلو والتقدير. هذه مهمه عند الطرفين، فمهم في اي كوبل كل واحد يحسس الطرف اللي معاه بالاعجاب والحب ديالو عن طريق الكلمات. ثاني حاجه الهدايا، اون جينيرال كتكون مهمه عند المراه اكثر من الراجل. ضروري الراجل يفهم باللي هذه لغه في الحب ومهمه بزاف، وماشي معناها بان المراه استغلاليه او ماديه، وانما لان المراه كتقدر بزاف هذاك المجهود وديك الفلوس اللي غادي يخسر الراجل في ديك الهديه، وبالخصوص الا كانت واحد الهديه اللي كتعجبها بزاف ومعبره. ثالث حاجه التقارب الجسدي، بطبيعه الحال كنهضر على الازواج، مهم بزاف عند الطرفين، يعني كل واحد يحس بلي الطرف الاخر باغي يكون معاه بكل شيء فيه. رابع حاجه الدعم، ضروري ان الزوج يعطي الدعم للمراه الوقت اللي هي محتاجه ليه فيه، وكذلك المراه تقدم الدعم للزوج ديالها في الوقت اللي هو محتاج ليها فيه. بطبيعه الحال انا كندوي على الدعم المادي والمعنوي، هذا كيخلق واحد النوع من الترابط ما بين الزوجين وكيقرب بيناتهم وكيخليهم واحد. خامس حاجه دوزوا وقت زوين بيناتكم، ضروري مره دوزوا واحد الوقت بيناتكم، تخرجوا تتعشاو على برا او ديروا شي هوايه كتعجبكم بجوج او تسافروا على برا. هذا الشيء كيعطي واحد النفس جديد للعلاقه وكيجدد الحب بيناتكم، كذلك كيبعدكم من الروتين ديال العلاقه الزوجيه.